الملك محمد السادس والرئيس عبد المجيد تبون غيريحوا في طبله وحده. هذه هي خطه ترامب الجديده لحل اكبر منتف واقع في شمال افريقيا. فبعد ما نجح يتوسط بين الرئيس اذربيجان إلهام عليف ورئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان، ولا ترامب كيصالح بين الدول ورجل سلام، غتكون حسب خبراء محاوله من ترامب لاصلاح العلاقات المغربيه الجزائريه. فهو في ظرف عام فك بزاف د الملفات معقده وترامب يقد عليها، بما انه زير ارمينيا واذربيجان يوقعوا اتفاق السلام ويوقفوا القره اللي دايره هذه سنين ومنين على اقليم ناكورنو كاراباخ. وفي الاخر اداتو اذربيجان وارمينيا غتربح غير مساعدات واستثمارات اوروبيه وامريكيه وتحسن صورتها قدام العالم. تقريبا نفس البلان اللي غيطرى بين المغرب والجزائر الا زير ترامب الصمته معه، لان المغرب ربح اراضي الصحراء ومستحيل يتنازل عليها، خاصه انه قفل الحدود وبنى السنتور وعمر المنطقه بالالغام وما كانش كيفاش يديروا ليها. ثانيا الاعتراف الامريكي بالسياده المغربيه ومعه اوروبا والعالم العربي ودول افريقيه وامريكا اللاتينيه، يعني المغرب يساوي اذربيجان والجزائر هي ارمينيا. هي ما ربحت والو من غيركم شام اللاجئين في تندوف كتصرف عليهم وما عندها حتى مكاسب في الارض. لذلك وبمنطق القوه ترامب غيجلسهم فوق الطبله ويفرض السلام في شمال افريقيا، والمقابل اللي شدته ارمينيا